الذي يعرف تاريخ الشام من قبل ويعرف تاريخ الشام من بعد يعرف الفرق الشاسع والبول الواسع بين أهل الشام قبل الأحداث وأهل الشام بعد الأحداث، وكأن الله تعالى اصطفى أهل الشام بهذه الأحداث ليهيئهم لحمل رسالة عظيمة. وتشعر حينما تقابل مجموعات من الإخوة قابلناهم في الأردن، قابلناهم في تركيا، تشعر بقوة الإيمان، صبرهم، ثباتهم. هذه التضحيات التي رأيناها الآن كنا نسمع بها في التاريخ، الآن نراها بأم أعيننا. ثباتهم أمام قوات بشار، ثباتهم في عدم كفر بالله تعالى مع أنهم معذورون شرعا. يعني يجوز شرعا أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يقتل وأن لا يعذب ما دام أنه مطمئن بلسانه، ما دام أنه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومع ذلك يأبى هذا الأمر الدنية في دينه، ويريد أن يثبت لهؤلاء المجرمين ما يأخذ بالرخصة، يريد أن يثبت لهؤلاء المجرمين أنهم يضحون بدمائهم وأرواحهم من أجل لا إله إلا الله. ولذلك أقول هذا كله من الخير الذي ساقه، وإن كان في هذا الأمر ما يحدث في سوريا يعني دماء وأشلاء وجرحى ومآسي يندى لها الجبين، إلا أن رحمة الله تعالى واسعة، وربما هؤلاء الجرحى وهؤلاء الموتى يعني اصطفاهم الله تعالى لما عنده. ونحن نوقن يقينا تاما أن ما أعد الله تعالى لإخواننا الذين قتلوا في سوريا هو خير وأعظم وأجرى مما تركوا في هذه الحياة.